فيلمنا بيبدأ مع شخص غريب بيبيع قطط في صندوق في الشارع، وكل القطط بتتباع إلا قط واحد اللي بيكون اسمه أوليفر، وللأسف بيسيبه ويمشي. وقتها الجو بيقلب والسما بتمطر، وأوليفر بيكون مش عارف يروح على فين ولا حتى يعمل ايه. وفجأة بيظهر له كلاب ضالة شكلها مخيف جدا وبيطلعوا يجروا وراه، وأوليفر بيقدر يهرب منهم على آخر لحظة وبيستخبى لغاية ما بيطلع النهار. وبيطمن أوليفر إن الناس رجعت الشارع تاني، ولكن بيتوتر من الزحمة ومش عارف يمشي ما بين الناس. وقتها بيظهر بياع سوسيس، وأول ما أوليفر بيشم الريحة بيروح للبياع علشان يرميله أي حاجة ياكلها، لكن البياع بيزعقله وبيبعده عن عربيته. وأوليفر بيكون جعان جدا ومش عارف هيعيش ازاي في المدينة الواسعة دي. وبعدها بيظهر كلب وسيم وشايف إن مفيش زيه، وبيكون اسمه دودجر، وبسبب الكلب ده حياة أوليفر كلها تتقلب. المهم بيشوف دودجر اللي بيحصل مع أوليفر، فبيستغل الفرصة وبيروح لأوليفر وبيقنعه إنه هيساعده ويعلمه شوية حركات يقدر بيها ياخد الأكل من البياع. وفعلا أوليفر بيصدقه وبيأمن له، وبيجري أوليفر على البياع وبيشتت انتباهه لغاية ما دودجر يسرق السوسيس، ومهمتهم بتنجح. وطبعا دودجر بيكون فرحان جدا، ولما أوليفر بيطلب منه يقسم السوسيس ما بينهم علشان هو جعان، هنا بقى بيظهر الوش الحقيقي لدودجر وبيقول له بعد كده يا شاطر ما تثقش في كلب متربي في الشارع. فبيقول له أوليفر ان ده ما كانش اتفاقهم من الاول، لكن دودجر ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. بس أوليفر بيقرر ما يسيبش حقه وبيطلع يجري ورا دودجر وبيلحقه من مكان لمكان. والكاميرا بتاخدنا لمركبة عايش فيها عصابة كلاب اخطر حرامية في المدينة: الكلب فرانسيس اللي بيحب يتفرج على التلفزيون، والكلب تيتو الكهربائي اللي بيفصل اي سلك كهرباء، والكلب ريتا الانثى الوحيدة اللي ما بينهم علشان كده متدلعة جد، والكلب اينشتاين اللي غاوي يسرق الالعاب الرياضية. وبيسألوا فرانسيس اذا جاب لهم الاكل علشان الدور عليه، لكن فرانسيس بيكون نسى بسبب الحلقة اللي بيتفرج عليها. وساعتها بيتعاركوا معاه وبيوصل دودجر وبيطمنهم انه جاب ليهم الاكل، وانه علشان يجيب لهم الاكل ده خاطر بنفسه وبشجاعة صارع وحش عملاق بمخالبه الكبيرة. وفجأة بيقع أوليفر من السقف، وكل العصابة بتفكروا انه الوحش وبيستخبوا كلهم. ولما بيعرفوا انه مجرد قط بيسألوه ايه اللي جابوا مخبأهم، فبيحكي لهم اللي حصل وان دودجر ضحك عليهم. ساعتها الكلاب بتتريق على دودجر وانه ما قابلش وحش خطير ولا حاجة. وقتها بيظهر راجل متشرد اسمه فيجن، بيكون هو اللي مربي الكلاب دي وبيخليهم يسرقوا ليه علشان يسد ديونه لزعيم المافيا اللي اسمه سايكس. وفعلا بيجي سايكس فبيسأل الكلاب على اللي سرقوه علشان يديهم لسايكس وما يقتلهوش. فبينصدم فيجن لما ما بيلاقيش حاجة عليها القيمة وبيكون مش عارف مصيره ايه مع سايكس. وقتها بيجوا كلاب الحراسة بتاعة سايكس، فبيفهم فيجن ان سايكس عايزه حالا. ولما بيقابل زعيم المافيا وبيديله المسروقات فبيرميهم في النهر وبيقولوا انت جايب لي زبالة الشوارع وتقول عليها مسروقات. فبيحاول فيجن يعتذرله وبيطلب منه مهلة لغاية ما يسدد ليه ديونه. فبيقول له الزعيم انه قدامه 3 ايام بس، لو ما دفعش ديونه هيتخلص منه للأبد. فبيحزن فيجن لانه قدامه 3 ايام بس وينتهي امره. ومن الناحية التانية كلاب الزعيم بيستعرضوا قوتهم قدام عصابة الكلاب. وقتها بيحاول يهدي الموقف زعيم العصابة دودجر، وأوليفر بيكون مرعوب ومستخبي اللي يشوفوه. وواحد من الكلاب بيقدر يشم ريحة أوليفر، ولسوء الحظ بيعرف مكانه، وأوليفر الشجاع بيخربشه. فبينقضوا على أوليفر وبيحاصروه، فدودجر بيقف قصادهم وبيحمي أوليفر وكمان باقي العصابة وبيقفوا قصادهم وتشوفهم تقول عيلة واحدة. ولحسن الحظ سايكس بيزمر بالعربية علشان يروحوا له، فبيسيبوهم وبيمشوا. ولما بيمشوا تيتو بيقول لهم لو شفتكم تاني هنا هكسر رجليكم، وللأسف مش بيتكلم على قده. وبعدها بيدخل فيجن وهو تعبان ومبلول ومش عارف هيتصرف ازاي في المهلة اللي الزعيم عطاهاله، والكلاب بتحاول تواسيه. ولما بيشوف أوليفر بيحبه جدا، وخصوصا بعد اللي عمله مع كلاب الزعيم.
وبيحكي لهم فيجن قصة زي كل يوم، وبيناموا كلهم زي الأطفال الصغيرين. وتاني يوم الصبح بياخدهم فيجن وسط المدينة وبيطلب منهم يسرقوا حاجات غالية زي الآيفون ولا شنطة ولا مجوهرات أحلام، ولو ما عملوش كده هيموت بعد 3 أيام بس. وفعلا بتبدأ الكلاب تنتشر في الشوارع، ومعاهم أوليفر اللي مش فاهم هيعمل ايه بالظبط، وبيبدأوا الكلاب تعلمه هيعمل ايه وازاي يعرف يسرق. ودودجر بيشرح ليهم الخطة وبيعرف كل واحد دوره في العملية. واثناء كده بنشوف عربية ملاكي فيها بنوتة صغيرة اسمها جيني، وساعتها جيني بتقرا رسالة باباها ومامتها اللي بيعرفوها انهم مشغولين في مؤتمر ومش هيقدروا يرجعوا في ميعادهم. فبيحاول السواق المخصوص والمربي بتاعها في نفس الوقت انه يخفف عنها ويواسيها. وقتها بيروح فرانسيس يرمي نفسه قدام العربية وبيعمل نفسه انه خلاص هيموت، ولغاية ما تيتو واوليفر يسرقوا العربية من جوه، وبتطلع العربية بتاعت جيني. وبيحاول السواق انه يفوق فرانسيس، وتيتو بيقطع كل الاسلاك الكهرباء اللي متخصص فيها، واوليفر بيراقب المكان. ولكن للاسف تيتو بيتكهرب وهو بيقطع السلك العمومي للعربية، وبيلاقي نفسه بره العربية وهو متكهرب. ولما بيحصل كده جيني بتشوف اوليفر اللي بيصعب عليها، وبتقرر انها تنقذه من الشارع وتاخده معاها للبيت. وعصابة الكلاب لما بتلاقيش اوليفر بيقولوا ان هو في خطر ولازم ينقذوه من العربية. قرر دودجر انه ياخد تيتو ويروحوا يلحقوا عربية جيني. باقي الكلاب هترجع لفيجن، وبتوصل جيني والمربي بتاعها معاها، ودودجر وتيتو بيعرفوا مكان البيت فين بالظبط. وجوه البيت بيكون في كلبة بتاعت جيني اللي اسمها جورجيت، عايشة حياة مخملية ولا نجوم السينما. ما هي كسبت ملكة جمال الكلبات 5 مرات، وبسبب كده مغرورة وشايفة نفسها قوي. وطبعا المعجبين من كل مكان، ولما بتنزل علشان تفطر بتنصدم ان في قطة هيشاركها البيت بتاعها وهياخد اهتمام جيني، وكمان بياكل في الطبق اللي هي بتاكل فيه ولسه هتنقض عليه. بتيجي جيني وبتعرفهم على بعض، وان اوليفر هيعيش معاهم للابد. ومن الناحية التانية بيرجع دودجر وتيتو وبيعرفوا باقي العصابة انهم عرفوا مكان البيت اللي اوليفر مخطوف فيه، وبيقرروا انهم لازم ينقذوه لانه بقى واحد من عيلتهم. وبعدها ينقذوا صاحبهم فيجن قبل ما المهلة تخلص. وبيحط دودجر الخطة كالعادة، بيوزع على كل واحد دوره في العملية. وساعة التنفيذ هتكون على الفجر الساعة 5 بالظبط، هي ساعة الصفر. وما كانوش يعرفوا الحياة النظيفة اللي عايشها اوليفر، واللي بسبب اهتمام جيني بيه الزيادة جورجيت بتغير وبتفكر ازاي تتخلص منه. وبتجيب جيني لأوليفر طوق من الذهب عليه اسمه. وتاني يوم الصبح بتروح جيني للمدرسة، وعصابة الكلاب بتيجي في الميعاد المتفقين عليه، وبيبدأوا في تنفيذ خطتهم. وبيشغلوا المربي بتاع جيني لغاية ما بيدخلوا بسرعة باقي العصابة علشان يرجعوا أوليفر. ولما بتشوفهم جورجيت بتستغل الموقف وبتعرفهم ان أوليفر بيعذبوه ولازم ينقذوه بسرعة، وبتساعدهم وبياخدوا أوليفر وبيمشوا. ولما بيرجعوا بيه المقر أوليفر بيصحى وبيتفاجئ لما بيلاقي نفسه معاهم، فبيحزن وبيلومهم انهم جابوه للمقر ده تاني، وان جيني بتحبه وبتعامله كويس جدا. فبيحزنوا الكلاب وبيقولوا له انهم كانوا بيحاولوا ينقذوه لانه بقى واحد من عيلتهم، وواجهوا المخاطر علشانه وسابوا صاحبهم فيجن رغم ان المهلة بتاعته هتخلص وزعيم المافيا هيتخلص منه. ودودجر بيزعل من أوليفر وبيعرفوا انه ممكن يمشي ويسيبهم ويروح لصاحبته الجديدة وينساهم خلاص. وقتها بيرجع فيجن وبيرحب بأوليفر، ولما بياخد باله من الطوق اللي على رقبة أوليفر وخصوصا انه معمول من الذهب بيفهم ان اختفائه الايام اللي فاتت دي بسبب ان عيلة غنية اتبنته. وبتجيله فكرة شريرة جدا، يبعت خطاب للعيلة اللي اتبنته وبيكتب لهم لو عايزين أوليفر تاني لازم يدفعوا فدية كبيرة. ومن الناحية التانية بترجع جيني من مدرستها وبتستغرب لما بتدور على أوليفر ومش بتلاقيه. واثناء ما هي بتدور بتشوف رسالة بريد فبتقراها جيني وبتعرف ان أوليفر مخطوف ومطلوب فدية كبيرة، ولو ما دفعوش مش هيشوفوا أوليفر تاني. وبنرجع لفيجن اللي بيروح لزعيم المافيا علشان يعرفوا انه هيرجع ليه فلوسه كلها وانه عنده خطة، وبيشرح له ان أوليفر اتبنته عيلة غنية طلب منها فدية علشان يرجعوا ليهم. فبيوافق زعيم المافيا وبيديله مهلة 12 ساعة. ونشوف جيني ومعاها جورجيت، وبتمشي جيني على الخريطة اللي رسمها فيجن في الجواب، وفيجن بيكون موجود في نفس المكان هو وباقي عصابة الكلاب. ولما بيشوف جيني بيستغرب من وجودها، فبتعرف انها جاية تنقذ القط بتاعها من عصابة خطفته. فبينصدم فيجن
انها هي اللي جايه تنقذه بدل والدها، فبتشرح له جيني انها بتعتبر اوليفر كل عيلتها، وخصوصا ان اهلها على طول سايبينها لوحدها. فبيتأثر فيجن من كلام جيني وبيقرر يديها اوليفر ويسيبها تمشي بيه، واللي ما كانش يعرفوا ان الزعيم المافيا بيراقبهم من بعيد. واول ما جيني بتاخد اوليفر وبتودع فيجن علشان ترجع البيت من تاني، وفجأة زعيم المافيا بيخطف جيني وبيجري بسرعة بالعربية، وساعتها عصابة الكلاب بيتجمعوا على انهم لازم ينقذوا جيني، وبيخاطروا بنفسهم وبيطلعوا يجروا ورا زعيم المافيا. وبيوصل زعيم المافيا المقر بتاعه وبيكون رابط جيني بحبل، ولحسن الحظ بيقدر دودجر وباقي الكلاب يوصلوا للمقر ده. بيبدأوا في تنفيذ مهمتهم وبيدخلوا اوليفر الاول علشان حجمه الصغير، وبيتسحب اوليفر وبيفتح الشباك لباقي العصابة علشان يقدروا يدخلوا. واول حاجة بيفصل تيتو اسلاك الكهرباء من الكاميرات، وبكده الزعيم مش هيشوفهم. وبيكملوا طريقهم لغاية مكان جيني، ودودجر بيشرح لباقي العصابة كل واحد فيهم هيعمل ايه بالظبط، وبيتنكروا في عامل بيتزا بيشتتوا الزعيم، ولكن كلاب الزعيم بتشوفهم ولسه هينقضوا عليهم. بتقطع جورجيت الحبل والقماش بيقع عليهم، وبيدخلوا بسرعة لجيني قبل الزعيم ما يرجع من تاني. وبيطلب دودجر من فرانسيس يراقب الكاميرات، وبيطلب من تيتو يفصل الكهرباء وينزل الحامل. وفي نفس الوقت بيكون الزعيم ما بيرجع وبيقطع الأسلاك اللي بتشغل الحامل، وبسبب كده بتقع جيني هي والكلاب على سير الكهرباء اللي بيسحبهم لغاية مكان الزعيم. وفجأة بيجي فيجن وبينقذه وبيطلع يجري بسرعة قبل الزعيم ما يمسكه، لكن الزعيم مش بيستسلم وبيطلع هو كمان علشان يطاردهم، وبيفضل يجري وراهم لغاية ما بيوصلوا لمحطة القطار وهو وراهم. ولحسن الحظ القطر بيخبط في الزعيم وبيموت هو وكلابه، وبترجع جيني تاني لبيتها وبتحتفل بعيد ميلادها مع عصابة الكلاب وكمان فيجن، وبيقدموا لجيني هدايا مسروقة من كل مكان. وبيعيشوا باقي العصابة حياة سعيدة مع فيجن وأوليفر مع جيني، لكن العصابة هتفضل عيلته واصحابه الجدعان. وهنا الفيلم بيقولك ان بنتعلم ان العيلة مش لازم تكون من دمك، العيلة هي اللي تلاقيها وقت الشدة. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.